السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعات الفنين ديالي؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا لا فيديو ديالي. كيف ما شفتوا اليوم عندنا واحد الحلقه اللي شيقه بزاف بزاف بزاف، غادي يكونوا فيها بزاف ديال الاحداث. غادي نشوفوا محمد امين اللي غادي يكتشف الحقيقه كامله ديال ميسون، وغادي نشوفوا نوران اللي غادي تعاقب بار، والحاله ديال الياس اللي غادي تكون في خطر. باش تعرفوا على التفاصيل كاملين احبتي كملوا معايا لا فيديو الاخير، وما تنساوش كيف العاده لا عجبتكم لا فيديو ديالي تابونوا معايا في لاشين ودعموا القناه ديالي باش توصلوا احبتي بجميع الجديد اللي كنحط في القناه ديالي. وما تنساوش بلي راه كنتعذب بزاف على هاد لي فيديو، والله العظيم راه تنحط فيهم مجهودي كامل. عافاكم ما تنساوش دعموا القناه ديالي. يلا نبداو على بركه الله بلا ما نعطل لكم اكثر من هكا. والبدايه احبتي كانت مع بهار اللي شفنا في الحلقه الماضيه بلي انيس حط لها الختم في يديها ومشى وخلاها، وكانت مقلقه بزاف بزاف ومحطمه. قالت صافي مشى خلاني. من بعد انيس كان خارج وغادي يتلاقى مع اسماعيل وكان معصب بزاف، صافي غير شاف فيه وهو يمشي، ما تهضروش كاع مع بعضياتهم. من بعد تنشوفوا بهار اللي كانت مقلقه واسماعيل صافي راه وصل للدار، دق عليها وحلت الباب. قال لها واش انت بخير؟ قالت ليه بخير الحمد لله هاد الساعه كلشي مزيان. قال لها كي بقيتي؟ قالت ليه بخير. من بعد عطاها التليفون، قال لها جبت لك التليفون وشارجور شريتهم ليك. من بعد شدتهم وحطيتهم في الميكا. قالت لي اسمح لي ولكن ما نقدرش نقبل هاد الهديه هذه، ان شاء الله غير غادي نخدم وغادي نشري التليفون. صافي من بعد قال لها لا كيفاش غادي نوصل لك الا بغيتك. وصافي حط لها التليفون، قال لها هو التليفون والشارجور فاش غادي تبغيهم وغادي تهزيهم. من بعد هو يشوف الخاتم، قال لها واش نحط لك شي حاجه تاكليها؟ وصافي مشى باش يحطوه باش ياكلوا. من بعد احبتي كنشوفوا الدنيا اللي كانت جالسه كتحاسب مع ميسون. قالت لها انا غادي نتحاسب معاك وغادي نوريك اشنو تتسوي الحقيره بسببك الام ديالي دخلت للسجن وتوفى. يعني ميسون لا انا ما كنتش قاصده وما كنتش عارفه الامور غادي توصل لهاد الدرجه هذه. انا لقيت التسجيلات وعطيتهم لانيس حيت هو محامي وغادي يكون عارف خدمته واشنو وغادي يدير. يعني صافي تعصبت عليها، قالت لها انت واحد الانسانه اللي ما تسويش، انا غادي ننتقم منك. قالت الاخ ديالها محمد امير واش غادي تربيها ولا انا اللي غادي نربيها؟ قالت لها ميسون اش فاش هداك كاع ما دير واش بغيتي ترميني كما درتي الام ديالي فاش رميتيها اولا تحرقيني كما حرقتي البيت ديال الخاله سكينه؟ تعصبت عليها. العمه ديالها دنيا وبغات تنتفها، طاحت عليها. هنا بقات كتقول للاب ديالها بابا عافاك اسمعني انا راه والله ما كان هذا القصد ديالي. هني تهجمت عليها دنيا وبزز باش شدوها. قال لهم محمد امير بركه من المدبزه احترموا العزاء راه باقي في الدار. هذا حيت كانت ميسون تتمثل الدور ديال البراءه. قالت لها العمه ديالها دنيا ما تبقاش تمثلي لي داك الدور ديال البراءه، انا راني عارفاك وعارفه الحقيقه ديالك وانا غادي ننتقم منك على هذا الشيء كامل. قالت لها مالك اشنو غادي ديري ليا كاع؟ واش غادي تقتليني؟ قالت لها غادي نقتلك وانا غادي نوريك. وهنا تهجمت عليها وبقات ميسون كيف العاده دايره بحال الدور ديال الضحيه وما بقاتش كترد عليها. قالت لها غير بلاتي تسني انا غادي نوريك. من بعد هنا قالت للاخ ديالها خويا واش انت غادي تنتقم منها وغادي تعاقبها ولا غادي نعاقبها انا بيديا؟ قال لها الاخ ديالها سكتونا راه باقي العزاء في هذا الدار هذا احترموا هذا الشيء خليوني بوحدي مع ميسون انا غنحاسبها. صافي من بعد احبتي كنشوفوا الياس اللي جرى على صالح من الدار. قال لي اشنو كدير هنا؟ واش ما تتحشمش؟ واش من بعد هاد المصايب هادو كاملين اللي صلتي ليا فوق راسي ومن بعد انا جاي باش نخطب الاخت ديالي؟ لا انا لا اختي ما بغيناكش، انت صلت علينا كاع هاد البلاوي هادو فوق راس ديالنا من الفوق جاي باش تخطب الاخت ديالي. خرج من هنا ما بقيتش بغيتك تجلس هنايا نهائيا. قال ليه صالح انا كنسحب ليا بلي راك راجل وجيت باش نهضر معاك الراجل صدقتي كدير الحركات ديال الدراري الصغار. من بعد انا يشنق عليه الياس وتعصب بزاف. قال ليه انا راني راجل ما تبقاش تعاود تجي لهنا وتقرب للاخت ديالي ولا لعائلتي. من بعد هنايا شدوا القلب ديالو ضروا بزاف، شدته ازمه قلبيه وهنا كانوا كيحاولوا يشدوه ويهدنوه. هنايا طاح وسخف. قالت ليه موجيلا اولا نجله واش جبتي طوموبيلتك؟ قال لها انا ما جبتهاش ما عرفتش باش غادي يوقع، باش نعرف انا بلي غادي يوقع بحال هكا. هني غادي يبقى يهدنوه كانوا خايفين عليه بزاف بزاف. صافي هنايا غادي يقولها انا غادي نتصرف انا جلاء على ودك انا غادي نتصرف غير كوني هانيه ما تخافيش. هزوه فوق ظهره وداه. من بعد احبتي كنشوفوا ميسون اللي جالسه كتبرر الاب ديالها التصرف ديالها. قالت ليه بابا اسمح لي انا راه والله ما كنت قاصده يوقع بحال هكا. قال لي الاب ديالها الصراحه انا كل نهار كتصدميني، كل نهار كنكتشف شي حاجه في شخصيتك خيب اكثر من اللي قبلها. شوفي الا عاودتي اديتيني ولا اديتي العائله ديالي راه هادشي ماشي في الصالح ديالك اميسون، انا غادي ندمك. فاخر مره تاديني ولا تادي العائله ديالي بعدي على هاد العائله هادي. عطاها القاصح ومشى بحالو. وهنايا بقات غير بوحدها بقات جالسه كتبكي وما رضاتش وخرجات وهي تتبكي. مشات بالجهد بالجرة زعما سمحوا ليا وجلسات في الجرده وبقات جالسه كتبكي. هنا غادي تكون الام ديالها خارجه ترمي الزبل حاشاكم
غادي تشوفها وغادي تجي لعندها، غادي تقول لها مالك ابنتي اشنو وقع، شكون قلقك ليا، شكون دار لك هادشي. ملي قالت لها ميسون عييت ماما والله الا عييت، هادشي ولا كيوقع ليا بزاف حشومه عليهم، انا راني ما بقيتش عارفه اشنو غادي ندير. قالت لها غير شرحي لي ابنتي اشنو وقع. قالت لها راه ديك الحيه ديال بيزا مشات وعاودت لمحمد امير كلشي، بلي انا اللي مشيت عطيت التليفون لانيس وهما اتهموني وقالوا لي بلي بسببك دخلت للسجن، وكلهم جاو ضدي واولهم ديك الدنيا ما خلو فيا ماما غير اللي نساو. انا ندمت على النهار اللي جيت فيه لهنايا، اش هادشي كيوقع لينا. صافي هنا الام ديالها قالت لها تهدني ابنتي ما وقع والو، اصلا ديك العائله ديال اطهان كاملين خايبين. من نهار جينا عندهم هما غير المصائب والكوارث، عمرنا شفنا عندهم شي نهار زوين. هنا بقاو جالسين كيهضروا عليهم. من بعد كان كيتصنت لهم داك الحريش شبيه صوني التليفون ديالو. قالت ليه ميسون اشنو كدير، واش جالس كتصنت علينا الحقير؟ قال لها لا والله ما كنتصنت، انا غير الام ديالك حطات الزباله هنايا وجمعت عليها الحشرات. قالت لي الام ديالها نورهان على اساس انا ما عارفاش بلي راني حطاها تما، واصلا انت اش دخلك جاي من الجبل وجاي تدخل فيا انا وبنتي. صافي هنايا اسمعي قال بهار صراحه انا ما بغيتش ندخل في العلاقه ديالك انت وانيس، ولكن باينه بلي ماشي انيس بوحدو اللي داير لك هاد الحال هادي، حتى العائله ديالك داك النهار قلتي لي بلي داروا واحد الحاجه اللي ما تقدريش تسمحي ليهم عليها نهائيا. شنو هي هاد الحاجه هادي، واش ممكن نعرف عافاك؟ هنا قالت لي لا اسمح لي عافاك، انا ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع هذا، غير اسمح لي خلينا نبدل الموضوع عافاك. قال لها صافي واخا على راحتك. من بعد احبتي شفنا نورهان وميسون اللي كانوا تيهضروا. قالت لها انت واحد ما كيسمع لهضرتي في هذه الحياه. قالت لها نسيتي بنتك الحبيبه على هي تتسمع لهضرتك، شوفي راه جالسه مع اسماعيل تما بوحدهم، النهار جا الشرط عليا نطوا عليا كاملين وكنتو غادي تهرسوا ليا فمي ونيفي، ودابا بنتكم الاميره ما تتهضروش معها نهائيا. دابا غادي تعيطي على ديك الاميره ديالك وغادي تقولي لها تجي لهنايا. يعني من بعد كنشوفوا نورهان اللي عيطات لاسماعيل. قال لها الو شكون معايا؟ قالت ليه انا نورهان اصلا غادي تبغيك ميسون في هذا الوقت هذا، راه نورهان هذه اللي معاك. قال لها عافاك دوزي ليا. قالت لي عافاك دوز ليا بهار. هنايا كانت كتهضر مع بهار. قالت لها بهار بنتي خصك ضروري تجي للدار عافاك. وهنيا بقات كتحاول تمسكن عليها. قالت لها بنتي عافاك انا راني مريضه وفي الضغط بزاف وليت ما كنقدرش نوض الا ما شربتش الكينات، عافاك غير اجي غير شوفيني وسيري. قالت لها بنتي راه لو وقعت لي شي حاجه دابا راك غادي تيجي في عذاب الضمير، عافاك انا بغيت نشوف غير وجهك وعويناتك ديك الساعه وسيري، وبغيت غير نهضر معاك شويه عافاك. انا مهم وصلت البهار النقطه ديال الضعف ديالها، راكم عارفين شخصيتها انها بريئه وكتخاف بزاف. صافي انا قلت لها واخا غدا ماما غنجي. قالت لها صافي واخا بنتي غدا واجي ان شاء الله، يلا بسلامه عليك. من بعد احبتي كنشوفوا نجلاء اللي جا صالح سولها قال لها كيبقى الياس. قالت ليه ولا شويه جاتو نوبه قلبيه عاوتاني وراه ولا شي شويه دابا. هنا قال لها اسمحي لي عافاك انا راني ما كنتش قصدي وقع هكا. قال لها انا بلا ما كان القصد ديالي لا نأذي لا الياس ولا بهار، راك عارفاني انا كنت غير بحال اللي لعب لعبه وكنت باغي نربح فيها، ولكن الشكل ديالي انني زعما بان ليا بلي راني خسرت فيها. وصافي انا غادي نمشي من هنايا. نحاول قيسها في يديها ما بغاتش وقصها في الشليله ومشى. قال لها صافي الله يعاونك انا غادي نخليك على راحتك مادام ما بغيتينيش. وهنا شفناها شحال تقلقت بزاف وباينه بلي حتى هي عندها مشاعر تجاهه. من بعد احبتي كنشوفوا ام ميسون اللي جات عند الخدامه بيزا. قالت لها اجي لنا غادي نجبد لك وديناتك شويه ونهضر معاك شويه. اجي تحركي جلسي قدامي. هنا جلست بيزا وقالت ليها من امتى انت ولا عندك اللسان وليتي تعرفي تهضري وليتي خدامه ديال الدنيا وليتي كتوصلها وكل شيء عليا، واش انت ما تتحشميش، واش نسيتي داكشي كامل اللي وقع؟ وهنا شفنا بيزا بلي تفكرات دوك الذكريات كاملين، وحيت هو يسحب ليها بلي هما اللي صفوها الخديجه الصديقه ديالها فاش عرفت الموضوع. هنا قالت لها راني باقا مفكره كلشي. من بعد شدتها ميسون من شعرها وقالت لها وياك مره اخرى تمشي تقولي شي حاجه للدنيا عليا ولا على الام ديالي ولا غادي نوريك واحد الوجه اللي عمرك ما شفتيه، وتيقيني راك غادي تندمي، وتيقيني انا راني ما نكذبش عليك راه غادي يوقع لك كيف ما وقع لخديجه، فمن الاحسن غادي تخلينا مزيانين ولا ما غاديش يعجبك الحال. صافي وناضت تتلاقى مع الام ديالها في الباب. قالت لها غير جيت باش نطلع عليها نشوف واش شربت الحليب، وبقات كضحك عليها. من بعد الام ديال بيزا جات عندها قالت لها مالك بنتي اشنو وقع اشنو درت لي؟ قالت لها ماما راه هدتني وخلعتني بزاف. قالت لها قلت لك ابنتي ما نعاودوش نقربوا لهاد الناس هادو دابا بعدي عليهم. لا هي لا ميسون راه ما نقدروش نوصلوا للشر ديالهم فبعدي عليهم من الاحسن ليك. من بعد نيت نشوفوا راه الصباح وراه تجمعات العائله ديال اطهان على الفطور وكاملين كانوا كيشوفوا الكرسي ديال اديبه اللي توفات وتوحشوها بزاف. من بعد هنايا دخلت ميسون وحتى واحد فيهم ما بغى يهضر معاها. كانت كتقول الاب ديالها السلام عليكم السلام صباح الخير بزز باش رد عليها السلام وشاف فيها بواحد الطريقه خايبه بزاف. وهنا كنت تحاول تهضر معاهم
كاملين ودير بحال الا ما وقع والو. سولات الولاد قالت لهم الولاد كي صبحتوا واش لاباس؟ كانت كتحاول تهضر مع كلشي ولكن حتى شي واحد ما بغى يهضر معاها، كانوا مقلقين منها كاملين بزاف بزاف بزاف. حتى جوليا ما بغاتش تهضر معاها. من بعد ملي قالت لهم باينه بلي ما باغيينش تهضروا معايا، صافي انا غادي نوض اصلا راني شبعت. وكانت زعما كتحاول زعما تتسنى باش يقول لها الاب ديالها جلسي ولكن ما قال لها والو. صافي من بعد ناضت وشفت بيزا واحد الشوفات خايبين. هني شفتها دنيا فاش شفت في بيزا. صافي من بعد كنا كنشوفوها راه خارجه وتلاقات مع بهار اللي كانت داخله لعند الام ديالها، وكانت الام ديالها معنقاها وتتغمس في ميسون. كانوا باغيين يشدوها في الدار. من بعد تنشوفوا دنيا اللي قالت الاخ ديالها واش ما غاديش تحس بميسون على هادشي كامل اللي وقع، واش غادي تبدا تعملها غير برود بحال هكا. ديما الاخ ديالي ما تنساش بلي راه هادشي كامل اللي وقع للام ديالنا بسبب بنتك. يعني قال لها دابا تفهم الغلط ديالها، شنو بغيتيني نديرها، واش نجري عليها؟ قالت ليه جري عليها. قال لها راني جريت عليها المره الاولى وراه ما وقع والو، راك شفتي دابا غادي تفهم الغلط ديالها، غير تهدني. من بعد ناضت بحالها قالت ليه انا غادي ما غنتهنى حتى نوريك الوجه ديال بنتك الحقيقي، ونط من الطابله. من بعد ناضت حتى جوليا كانت تهضر في التليفون، وعرفنا بلي راه كتخطط باش توقع محمد امير في الفخ ديال الخيانه الزوجيه. صافي من بعد احبتي كنشوفوا نورهان اللي كانت جالسه تهضر مع بهار. قالت لي هادشي اللي كديري يا بنتي عيب، حشومه انت راك بنت زوينه، شنو جالسه كديري عند اسماعيل؟ حشومه هادشي اللي كديري، واش نسيتي بلي ميسون كتجمعها به واحد الصدقه اللي قويه؟ واخا انا ما سمحتش بهادشي ولكن هذه هي الحقيقه، واش انت ما فكرتيش فيها؟ يعني نطلع بهار قالت لها لا انا اصلا ما كتهمني لا انت لا ميسون، انا جلست عند اسماعيل غير حيتاش قدم لي يد المساعده لا اقل لا اكثر، ما تتهمونيش نتوما نهائيا. قالت لها بهار انا بنتي لحد الان باقا كنهضر معاك بشويه ولكن انت راك زدتي فيه، واش بغيتي تحطي الشرف ديال العائله ديالنا في الارض؟ قالت لها راه الشرف ديال العائله راه نتوما اللي حطيتوه في الارض ماشي انا، بالفعل ديالكم كاملين. قالت لها اخر مره تهضري معايا بهذه الطريقه هذه. قالت لها واش حماقيتي؟ واش انت دابا راك بنت زوينه وغزاله وبغيتي الغد ليه طيحي في الاحضان ديالو زعما يعنقك؟ قالت لها ماما انت راك عارفاني انا ما غاديش ندير بحال هكا، وعلاش كتهضري معايا بهذه الطريقه هذه؟ ما كاينش شي واحد اللي يوسخ الشرف ديال العائله قدكم. المهم تبهر عطاتها القاصح، يعني نورهان هزات باش ترجها. قالت لها بهار ما تدخليش في حياتي، ما عندكش الحق تدخلي في حياتي منها لقدام. بغيت نعاود نشوف وجهك ولا تعرضي ليا، انا نسيتكم وغادي نبدا حياه جديده بلا بكم. صافي مشات وخلتها هنيه. فاش كانت بهار غدا كانت قريبه للباب، تسلطت عليها الام ديالها ودفعتها وطيحتها في الارض وسدت عليها. قالت لها ماما خرجيني من هنا. قالت لها لا مستحيل نخرجك من هنا وتمشي تجلسي مع واحد غريب في الدار. قالت لها بهار انا عارفه باللي المشكله ديالك ماشي الشرف، انت عارفه ان اسماعيل شرطي من البوليس وخايفاني نمشي نقول له كل شيء، انا غادي نقول له كل شيء. من بعد انا قالت لها لا مستحيل انني نحليك. هني تعصبت بهار بزاف وخرجت منها واحد الشخصيه اللي عمرها خرجت منها. هني هزت واحد الديكور كان جالس فوق الطبله، هزته وهرست به الزاج. وهني الام ديالها تخلعت حيت خافت كل شيء يسمعهم، وهزت الكرسي واي حاجه لقاتها قدامها وتتهزها وتهرسها. وهنا صافي الام ديالها تخلعت بزاف حيت عارفه بلي محمد امير غادي يجي. وهنا الصدفه محمد امير كان خارج من الدار وغادي يسمع الصوت ديال التهراس في الدار ديالهم اللي حدا اللي في الجرده، وغادي يمشي تيجري. بهار كانت باغا تخرج من السرج وهي تجرح يديها واحد الجرحه كبيره. المهم وقعت عندهم كارثه بمعنى الكلمه. وهنا بقات كتقول لها امي حلي عليا الباب، حلي عليا الباب، ما غنخليكمش من قدام تحكموا ليا في حياتي، خلي حلي عليا الباب. هنا الام ديالها كتقول لها سكتي يا بهار عافاك سكتي. يعني صافي دخل محمد امير وبقى كيحل الباب بجهد. قال لهم حلوا الباب. من بعد حلت عليه نورهان. قالت لهم قال لها اش كديري البنت؟ قالت ليه والو غير شي مشاكل بيني وبين الام وبنتها ما وقع والو. هني قال بهار يلا بنتي ضروري غادي نديك للسبيطار راك تجرحتي جرحه خايبه. قالت ليه شكرا بزاف. صافي ومشات هنايا باش تهز الصاك ديالها باش تخرج معاه. هنايا صافي خرجوا وركبات معاه في الطوموبيل. والام ديالها كانت تشوف وخايفه بزاف. نورهان كانت خايفه بزاف انها تقول لي كلشي. من بعد هنايا في الطريق قال لها واش انتيا بخير كي بقيتي؟ قالت ليه شويه. قال لك مقدرك جرحه؟ قالت ليه لا. قال لها واش انتيا بخير؟ قالت ليه شويه. صافي من بعد هنا غادي تكون سالات الحلقه ديالنا. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم.